النهاردة هنخش معاكم بحكاية حلوة جو هتعجبكم وهتعجب الأطفال الصغيرين. النهاردة هنتكلم عن أذكى حيوان من حيوانات الغابة وهو الجرد. والأسد. طبعا الجرد ده معروف بذكائه، مشهور بذكائه، مشهور بكل حاجة. الأسد بينادم الجرد بيقول له أنا شفت الحمير المخططة، عجبني منهم حمار سمين، هو ده عايز أكله، لو ما جبتليش الحمار ده يا جرد هاكلك انت. طبعا الجرد قال له ازاي يا ملك الغابة، انا لو رحت هياكلوني، ازاي ان انا اعرف اجيب لك حمار من الحمير المخططة اللي انت عايزه. قال له تشغل ذكائك يا جرد، ولازم انت تجيب له الحمار ده، عشان الحمار ده انا خلاص انا جعان، ولو ما جبتليش حمار من الحمار المخططة هاكلك انت يا جرد. طبعا الجرد معروف ومشهور بذكائه. الجرد راح للحمير المخططة، طبعا بيشغل ذكائه عليهم. ملك الغابة أنا كنت قاعد معاه النهاردة، عايز يعمل عمدة، يبقى انتوا مسؤولين منه ويمسكوا شؤونكم، ولو انتوا عايزين حاجة يروح لملك الغابة ويتكلم بلسانكم ويتكلم عنكم ويجيب لكم حقوقكم. قالوا له انت عبيط يا جرد، انت عبيط، احنا اي حد فينا هيروح لملك الغابة هياكله طبعا. ده هو اي حيوان بيشوفه بياكله، بالذات احنا يا حمير يا مخططه. قال له مفيش مفر، لازم تروحوا، لازم يبقى عليكم عمده، لازم كده. طبعا الجرد مشهور بالذكاء. خليكم معايا لاخر الفيديو هيعجبكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموا القناه. طبعا الجحوش المخططه قعدوا مع بعضيهم، الحمير المخططه عفوا من اللفظ، قعدوا مع بعضيهم وشاروا بعضيهم ازاي والجرد بيشتغلنا ولا كده ولا كده. المهم ايه، الفكره دخلت في دماغهم وراحوا. طبعا الجرد نجى واحد، قال لهم عايزين واحد عافي وسمين عشان يبقى هو ايه، يبقى هيبه وما يبقاش جله في عينين الاسد ويمسكوا عمده عليكم. طبعا نجى واحد سمين وخشن كده زي الاسد ما قاله. راح هناك، يا ملك الغابه جبت لك حمر من الحمير المخططة، هو ده اللي ينفع يمسك عمدة وبتاع. طبعا الأسد هجم عليه، لقاه هيبة كده ولقاه سمين زي ما هو عايز، زي ما قال الجرد وأحسن كمان. طبعا خش عليه هوب، هجم عليه، الجحش جري فطل حتة من ودنه كلا. طبعا الأسد عجبته. طبعا الحمار المخطط هرب، مسك الجرد قال له لو ما جبتليش، استطعم طبعا الحتة، قال له لو ما جبتليش الجحش ده بالذات، الحمار ده بالمخطط ده بالذات هاكلك انت. طب الجرد قال له يا ازاي يا ملك الغابة، انا لو رحت هيموتوني. قال له ماليش دعوة، يبقى هاكلك انت. طبعا الجرد مفيش مفر قدامه، يا يموت يا يجيب نفس الجحش ده. فقال لك انا كده كده ميت ميت، يبقى اروح اشغل ايه، ذكاء عليهم، زي ما قلت لكم ان الجرد من اذكى حيوانات في الغابه. راح مشغل ذكاءه على ايه، مشغل ذكاءه عليهم. طبعا هو اول ما راح خدوه طبعا باللي انتوا عارفينه، ضرب وكده وكده. قال لهم يا جماعه اهدوا، يا جماعه اهدوا، امال ازاي عايزين تمسكوا عمده، انت موديني الاسد يكوني، انت موديني الاسد يكوني. قال له امال هو ما كلكش، هو ازاي هيعرف ان انت العمده، لازما يعلمك بعلامه مميزه، فلازما يقطع حته من ودنك عشان لما فين العمده هيعرفك ازاي، من انتوا كلكم شبه بعض. غلط، صدق يا جرد. طبعا الجرد شغال ذكاء، وزي ما قلت لكم انه من اذكى حيوانات في الغابه. طبعا قالوا اقتنعوا بكلام الجرد. ايوه يا جرد صح، تصدق ان انت عندك حق. طبعا لازما يكون في علامه مميزه. قالوا مش لما اقول لكم يا جماعه، هو هيميزوا ازاي يعني، مش لازما يعمل علامه فيه عشان يميزوا. طبعا كان الاسد مجهز نفسه، مظبط نفسه ومطيب سنانه. طبعا راح الحمار المخطط هوب، الاسد هجم عليه، كل كله ما خلاش غير دماغ الحمار المخطط. قال للجرد انت تقعد حرس على الراس دي، وانا الف لفه، لو لمست الراس بتاع الحمار المخطط هاكلك انت يا جرد. طبعا الجرد قاعد عارف يجيب اكل ولا عارف يجيب حاجه، فتح دماغ الحمار، كل المخ بتاعها. جاء الاسد بعد ما تجول في الغابه، رجع تاني لقى راس الحمار مفتوحه ومتاكل المخ. قال له يا جرد، تعالى لي يا جرد.
ايه يا ملك الغابة؟ قال له تعالى لي انا شكلي هاكلك انت النهاردة. ليه يا ملك الغابة؟ قال له فين المخ بتاع الحمار ده؟ انا جيت من الغابة، لقيت الحمار مفتوح وانا مخليك حرس عليه والمخ متاكل. قال له يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، هو الحمار ده لو عنده مخ كنت بعد ما اكلت حتة من ودنه كان رجع تاني؟ لو عجبتكم الحكاية دي ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وتعملوا اشتراك وتعملوا شير للفيديو. ومن هنا ورايح في فيديوهات كتير هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.